عايز اقول لحضراتكم زي ما قلت لكم في البدايه ان خبر الذي بدات به فيتو اول اعدادها بلقاء مرشد العام للاخوان مع مبارك في المركز الطبي اثار ردود افعال كبيره. النهارده كل المواقع وكل الجرايد بتتابع الخبر وبشكل كبير وبتوسعه كبيره جدا. الشروق على سبيل المثال جريده ناشئه تنشر في عددها الاول تفاصيل زياره بديع لمبارك والإخوان يقادونها، وحكاية تفاصيل ما حدث بالأمس اللي جاء في خبر فيتو. طيب، للتعليق على الخبر بينضم لينا على التليفون دكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين. دكتور محمود، أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. الخبر سايب ردود أفعال كبيرة، بالفعل رفعتوا قضية على جريدة فيتو؟ هو اعتقد انه بكره ان شاء الله هيرفعوا القضيه. التفاصيل اللي قالت والتفاصيل الدقيقة والحكايات والروايات، واعتقد حضرتك اطلعت على الخبر، سابت بلبلة كبيرة يا دكتور محمود، لو حابب تعلق لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه ان الخبر عباره عن كذب فاضح، يعني جمله وتفصيلا من بدايته الى نهايته. ولم يحدث من هذه القصه المختلقه شيء على الإطلاق. والحقيقة هذا الخبر بيذكرني بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأنا بعتقد أنه الجرنان هذا، وخصوصا أنه نازل العدد الأول منه، يحمل هذا الخبر المكذوب. الغرض منه الفرقعة الإعلامية، بغية الرواج والانتشار وما إلى ذلك. والأمر اللي حضرتك بتتكلم إن المواقع بدأت تتداوله، هذا هو الهدف الأساسي منه، وهو هدف الترويج والنشر. لكن إن شاء الله بإذن الله هذا الخبر هيكون سبب إغلاقها بإذن الله. الأمر الثاني إنه أعتقد أو احتمال إنه يكون أيضا الغرض من وراء نشر هذا الخبر انه احنا الان النهارده وبكره في انتخابات. ايوه. ولا شك ان نشر مثل هذا الخبر السيء انما وارد انه يكون له اثر، وان كنت بعتقد ان الشعب المصري اذكى واكبر من انه يتاثر بمثل هذه الاخبار المكذوبه. وبعدين الامر اللي بعد كده ان الانسان حينما يكذب المفروض انه يعني الكذبه تبقى الى حد ما معقوله. لأنه حسني مبارك يعني اعتقل 45,000 واحد من الإخوان المسلمين، عذب آلاف، استشهد تحت التعذيب من الإخوان 3 إخوة، سجن مئات بأحكام صادرة من محاكم عسكرية، صادر أموال كثيرة، أغلق شركات. زوار الفجر كانوا بيجوا لنا الساعة 2-3 بالليل، يحطموا البيوت ويقلبوا الدنيا رأسا على عقب ويصطحبوا رب الأسرة. وحينما نسألهم معك إذن نيابة يقول لي: يا دكتور واحنا محتاجين إذن نيابة. وظل هكذا ليس فقط في أيام عهده وإنما أثناء الثورة أيضا. ظل يفزع الداخل والخارج منا ويتهمنا بأننا وراء كل شيء، بغية أنه ياخد الضوء الأخضر من الغرب حتى يسحق هذه الثورة. أيضا الإخوان لهم عشرات الشهداء في هذه الثورة. بالله عليك بعد كل هذا وارد ان احنا نقبل ان احنا نروح له، ونروح له عشان ايه؟ عشان قصة مطبوخة ويزعم ان هو هياخد براءة، واحنا كمان نشارك كما تقول القصة المكذوبة، نشارك في هذه الطبخة ونجهز له البيئة المناسبة والمناخ المناسب حتى يخرج. نحن نطالب بانه توقع به اقصى العقوبات، لأنه هذا أجرم، يعني ليس في حقنا كإخوان مسلمين، وإنما أجرم في حق الشعب المصري والشعب العربي كله. ومصر يعني قزمها وخلاها دولة صغيرة، خلى دول صغيرة في الخليج يعني لا تساوي حي شبرا أكبر منها في على المستوى الإقليمي. فتفتكر يعني بعد هذا كله وارد إن احنا نروح يعني نقابله ونحط وشنا في وشه، ولا نسعى لإخراجه؟ هل هذا كلام يعقل؟ لما يكذب يقول كذبة معقولة شوية.
ولكن انا بالتاكيد يا دكتور محمود كل التساؤلات اللي حضرتك قلتها والاعتراضات والهنات دي جت في بالنا، وامبارح سالته بكل تاكيد بعيدا عن انه صاحب صحفي كبير وكان رئيس تحرير جريده الاحرار الاستاذ عصام كامل، اكد لي قلت له السؤال بكذا صيغه، قال لي واقسم انه من كذا مصدر وانها مصادر موثوقه منها. ده مش معناه تجديد مني لحضرتك، ولكن الرجل أكد وقال إنه بيتحمل هو شخصيا المسؤولية الجنائية والقانونية، وأن هذا الخبر ما يتخرش منه المية على حد قوله. ما شيء طبيعي، واحد بده يروج جورنانه هيقول لك إن أنا كذاب. في حد هيطلع يقول إن أنا كذاب وأنا مؤلف القصة دي كلها؟ اقرا بدايتها كده، مع سقوط آخر شعاع من مش عارف من شمس مش عارف إيه في دي طريقة واحد بيألف قصة، مش طريقة خبر. فهي قصة مكذوبة من بدايتها لنهايتها، وكما ذكرت الهدف الفرقعة وما أحدثته الآن، وهو متصور أن هذا هيكون سبب في رواج جورنان، ولكن أنا بقول لك إن شاء الله يعني هيجد عكس ما كان يتمناه. طيب أنا عايز أستغل حضرتك بس وتعليق صغير على النهاردة بداية طرح اسم دكتور نبيل العربي كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية، وتواتر الأخبار وأكيد وصل حضرتك بيتقال إن الإخوان أو الحرية والعدالة قد يدعمون هذا الترشيح هم والمجلس العسكري. خلينا نعلق بقى على كل الحاجات مرة واحدة لو حبيت يا دكتور. أنا عايز أقول لحضرتك للأسف الشديد الآن يعني كل الجرايد اللي عايزة تعمل فرقعات وعايزة تنتشر وعايزة تجذب أنظار القراء، يعني هتروح تفتري على مين؟ تفتري على حزب صغير، حزب التجمع ولا حزب مش عارف إيه ولا حزب إيه، تفتري على الإخوان وتنسب إليهم مرة مش عارف هيرشحوا العربي ومرة مش عارف فلان استاذ في كليه السياسه او الاقتصاد ومش عارف ايه، ومره هكذا يعني عمالين يقولوا يعني فرقعات هنا وهنالك، وللاسف الشديد كلهم عمالين ينهشوا في اعراضنا ويفتروا علينا ويكذبوا، وهذا الخبر ايضا عاري من الصحه تماما. طيب اخيرا هتقطعوا فيتو زي ما بتقطعوا المصري اليوم يا دكتور محمود؟ وهي ده جورنان يعني من بدايته كده زي ما الناس بيقولوا يعني اول القصيده ايه؟ اول القصيده خير. لا المره دي كده اول القصيده كده. هو خلي بالك العدد الاول يا دكتور محمود فيه تصريحات لدكتور رشاد البيومي ما هو ما كانوا يعرفوا ان هيطلع فيها البلوه السوداء دي. يبقى ده معنى كده ان دكتور رشاد ودكتور جمال حشمت اللي بيكتب بقى خلاص ده العدد الاول والاخير ولا ايه؟ لا وبعدين اكيد، وبعدين انا هقول لحضرتك حاجه، يعني انا بقلب فيها النهارده لقيت فيها مش الخبر المانشيت الرئيسي فقط. لقيت فيها جوه خبر ان الاول قانون سوف يسنه حزب الحريه والعداله هو منع الاميين من التصويت في الانتخابات القادمه. وفي تفاصيل الخبر ان الاخوان او الحزب الحريه والعداله هيمنع 35 مليون مصري من انه يبقى لهم حق الانتخاب. تخيل بقى، تخيل الكذب وصل الى اي مدى. انا ما اعرفش الناس دول ايه. يعني هم متصورين الشعب المصري ده يعني ابله لا يفهم. دكتور هو كل ده حق الانتخاب حق مقرر دستوري لكل الناس، كل فرد له صوت. فيطلع يقول ان احنا هنمنع 35 مليون مصري من انه يبقى لهم حق التصويت. يعني سبحان الله العظيم. يعني اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. دكتور محمود، يعني ان مما يعني ادرك الناس من اقوال النبوه السابقه اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فهم دول لا يستحون. بشكرك يا دكتور محمود. دكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. إذن الرجل ينفي بكل علامات النفي الممكنة في اللغة العربية، ويؤكد أن الكلام كله كذب في كذب. طيب هينضم لينا مهم جدا. قبل ما اروح لدكتور عمرو هاخد تعليق. كان معانا دكتور محمود غزلان علق على الخبر اللي قلنا امبارح واللي اثار ردود فعل كبيره جدا على لقاء المرشد مع مبارك. الدكتور محمود غزلان وصف الخبر بالكاذب وانه كاذب جمله وتفصيلا. فداك دكتور كمال. استاذ عصام اهلا وسهلا بيك.
اهلا بك يا استاذ معتز. الحقيقه انا كنت معك منذ البدايه، ولكني يعني لم اشأ ان ادخل في يعني جزء من المعارك الصوت العالي وبعض المهاترات والاوصاف الغريبه يعني. سامحني في نقل الوصف، ولكن دكتور محمود كان غاضب وبشده وقال ان يعني ان الحكايه بدايه سيئه وانكم اختلقتوا الخبر وان العقل لا يمكن ان يتقبل هذا، وان دي اختلاقات ومحاوله للفبركه. انا اسف لهذه الالفاظ رغم ان بالعكس يعني هو قال هذا الكلام في اكثر من محطه اليوم وامس، وانا بعتقد انه يعني مواجهه هذا الخبر جاءت يعني متوافقه ومتسقه مع نهج جماعه الاخوان. يعني هم من قبل نفوا وثيقه التمكين التي نشرت في مجله المسار ونشرها الزميل حمدي رزق. أيوة. ولجأوا الى القضاء وخسروا القضيه لان الوثيقه يعني اتضح في النهايه انها سليمه. ثم اصدروا وثيقه بعد ذلك، وثيقه يا خيل الله اركب، ونفوا هذه الوثيقه وقالوا انهم سيلجؤون الى القضاء ايضا ضد مجله المسار في ذلك الوقت ولم يلجؤوا الى القضاء. هناك ايضا مساله الانتخابات في 2005 عندما تناثرت معلومات حول ان هناك صفقه بين الامن وبين جماعه الاخوان، ونفت جماعه الاخوان في ذلك الوقت ان تكون هناك صفقه، وفي النهايه اعترف بعد ذلك المرشد بان الامن هو الذي نقض العهد في هذه الصفقه، يعني اتضح ان هناك صفقه. يعني ده بيتسق مع يعني جمله كبيره جدا ووقائع تاريخيه مهمه جدا ربما ذكرت منها في التاريخ الحديث ولم اذكر في التاريخ القديم، وربما في الاعداد القديمه في فيتو نتناول ذلك، على اني اريد ان اؤكد اننا لسنا بصدد معركه ضد جماعه الاخوان، نحن نعتبرها طيف مصري مهم. الشارع المصري استطاع او في الانتخابات الاخيره منحهم الثقه، هذه الثقه ستجعلهم في صداره المشهد، ونحن ليس من مصلحتنا ولا طريقه اي صحفي ان نتبنى وجهه نظر معاديه لاي تيار طالما ان هذا التيار تيار مصري ويبتغي صالح الوطن. ولكن فقط نريد ان نقول لجماعه الاخوان يا استاذ معتز ان التنظيم السري ومفرداته وخطابه الاعلامي، واعتقد ان الدكتور كمال الهباوي يتحدث الان في مساله تغير الخطاب في الشارع بعد ان تصبح انت في صداره المساله، لابد ان تتعامل مع اشياء كثيره جدا. هذا الخطاب لابد ان يتغير، لابد للشارع المصري ان يعرف ماذا دار في مقابله جون كيري على سبيل المثال. كل ما عرفه الشعب المصري عن هذه الزياره صوره يعني صغيره وخبر مقتضب يقول ان هناك لقاء تم بين جون كيري وهكذا. وزاره الخارجيه الامريكيه اليوم اكدت انها حصلت على تطمينات من جماعه الاخوان بشان امن اسرائيل واتفاقيه السلام وبشان المصالح الامريكيه في مصر، والاخوان منذ يومين قد نفوا هذه الواقعه عندما اصدرت الخارجيه بيانا وقالت فيه ان هناك تطمينات من الاسلاميين في مصر. نفت الجماعه ايضا، ثم خرجت اليوم الخارجيه الامريكيه لتؤكد بشكل رسمي ان جون كيري عندما جاء لم يكن قد جاء الى القاهره من اجل الفسحه، وانما من اجل الحصول على تطمينات من جماعه الاخوان تحديدا في الملف الاسرائيلي وفي ملف المصالح الامريكيه. يعني هذه عادته. الدكتور محمود غزلان كان لي الاتهامات واشهر في وجهي سيف الله، يعني اشهر في وجهي سيف الدين عندما قال مش عارف ايه وكذابا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انا اقول له ان الامور ابسط من ذلك بكثير، هناك ساحات المحاكم فليلجأوا اليها اهلا بهم فيها. هناك ايضا اذا ما ارادوا ان ينشروا تصحيحا او ما الى ذلك فليبعثوا بتصحيحهم، ولكننا سنعقب على هذا التصحيح بما لدينا من معلومات اخرى ان شاء الله. طب الوضع القانوني بس قبل ما اقفل معاك، يعني لما هم هيرفعوا القضيه بكره انتوا هتردوا بايه؟ انت بتحتفظ بسريه مصادرك. لازم احتفظ بسريه مصادري، ولكن لدي ما سوف اقوله ان شاء الله في ساحات المحاكم، واهلا بهم وسهلا ان شاء الله. استاذ عصام يعني ببساطه يا استاذ معتز، ببساطه شديده هم اقاموا دعوات قضائيه كثيره من قبل، وواقعه فيتو تحديدا وواقعه هذا الخبر تعني الكثير في ملف الحريات. حسني مبارك الذي يحاكم اليوم، وحسني مبارك الذي صار الشعب كله ضده، عندما كانت تنشر ضده اشياء كثيره جدا 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 كان بيلجا الى الرد، الى مجرد الرد. لم يلجا الى المحاكم الا ربما في مره واحده واصدر قرارا بالعفو فيما بعد. هذا ما فعله الدكتاتور. نحن امام للاسف الشديد محاوله من محاولات فرض دكتاتوريه جديده سنرفضها. هؤلاء قالوا كلمه خطيره جدا، قالوا انه لابد من الغاء ما يسمى بسلطه، بان الصحافه هي السلطه الرابعه، قالوها صراحه، وقالوا ايضا انه يحبس الصحفيين وكذا وكذا. هذا
هو موقف جديد على الساحه المصريه، كنا نرفضه ايام حسني مبارك وسنرفضه وسنقاتل من اجله ضد اي تيار قادم، سواء كانوا جماعه الاخوان او اي تيار اخر. استاذ عصام كامل رئيس تحرير جريده فيتو، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، واخد هذا الخيط واروح